الخير او مساء الخير. وبما انك بتتفرج ده معناه ان انت لسه بتتنفس، بتعمل شهيق وزفير بسهوله. العمليه اللي بتتم اكتر من 20,000 مره في اليوم من غير ما نفكر فيها. بس الحقيقه ان مش الكل كان محظوظ. اللي انت شايفه ده مش مشهد من مسلسل رعب، ولا دي زنازين تعذيب. دي آلة كانت بتفصل ما بين الموت والحياة لجيل كامل. والمكان ده كان المكان اللي بتتكتب فيه آخر فصول الحياة أو بداية حياة جديدة. وعشان تفهم الموضوع ده تعالى نرجع بالزمن لسنة 1940، وقت ما كانش لسه فيه انترنت ولا كان لسه فيه لقاحات. بس كان فيه مرض واحد قادر يعمل رعب لكل بيت في العالم، هو مرض شلل الأطفال. شلل الأطفال أو البوليو. مشكلة البوليو إن هو بيصيب الجهاز العصبي. العضلات كانت بتتشل زي الإيدين أو الرجلين، بس الكارثة الحقيقية لما كان بيصيب الجهاز التنفسي. عضلاتك اللي بتخليك تعمل شهيق وزفير ببساطة كانت بتوقف شغل. لما العضلات دي بتوقف شغل المريض كان بيموت مخنوق. والكارثة الحقيقية إن دي كانت بتحصل للأطفال. تخيل طفل بيجري ويلعب فجأة ينام ويصحى مش قادر ياخد نفسه. مأساة حقيقية. هنا بقى بيجي دور الدماغ. الأطباء والعلماء كان لازم يدوروا على فكرة تخلي شخص مشلول يتنفس، فكرة بره الصندوق. والحل جه من هارفارد سنة 1928. فكرة بسيطة بس مجنونة.